استلفت وقتها من اخويا اللي بيشتغل في السعوديه 2000 ريال، قلت له يا عم ان شاء الله ارجعهم لك ريال زي ما هم. اشترينا بضاعه لمين؟ اشترينا بضاعه لحسين. اشترينا البضاعه، وكنا كل يوم على نفس المنوال، يجوا لي كل يوم الصبح ياخدوا البضاعه، يروحوا بيها الاسواق، واخر النهار يرجعوا. كام يوم بدأ الراجل اللي احنا بنأجر منه التروسيكل يعطلنا، يوم يقول التروسيكل عطلان، يوم يقول اصل انا والله كسلان، طب انا يوم يصحى متأخر يفوت علينا السوق. كان في حد عارض تروسيكل للبيع، وكمان بالتقسيط، يعني كل شهر ادفع 500 جنيه. قلت يا عم تمام زي الفل، ناخد التروسيكل وندفع، بدل ما احنا كل يوم بندفع 50 جنيه، احنا ندفع 500 بس في الشهر، ويبقى التروسيكل بتاعنا يخدم بيه على شغلنا، نروح نتأخر نيجي، يبقى ايه تحت رجلينا يعني. رحت كاتب عليه شركة السعيد للاستيراد والتصدير، اهو من باب الدعاية يعني، اهو التروسيكل ماشي في كل مكان مكتوب عليه شركة السعيد، وعليه منتجات زيت وسكر ومش عارف ايه، فقلت ايه، اهو نزود شوية دعاية. حسين بيعرف يسوق التروسيكل، تامر ما بيعرفش. مع الوقت بدأ حسين يستحوذ على التروسيكل، يوم يتأخر يورط تامر معاه، يوم ما يجيش تامر ما ينزلش. وهي كانت الفكرة وكان الموضوع كله لمساعدة تامر مش لمساعدة حسين. تامر اللي جاب حسين بدأ يتورط بسببه. بدأ حسين بدل ما كان كل يوم يروح ويجي يجيب لي البضاعة، قال لك اصل لا انا اخليها على التروسيكل. بعدين بدأ يركن التروسيكل عنده في البيت. فهو ده ما كانش اتفقنا يا عم، الله يصلح حالك، احنا بادئين نظام، خلينا ماشيين عليه ما تغيرش فيه كل شويه. لا هو كل شويه ايه يغير ويعدل يعني. بعدين بدأ يحاسبني يوم كسر يوم، يعني يحاسبني النهارده بكره ما يحاسبنيش. بعدين بدأ يخلي كل الفلوس معاه. بعدين بقى يشتري ويبيع وانا ما اعرفش. طب يا عم اخبار الشغل ايه؟ يقول لي كويس. طب ايه الدنيا؟ كله تمام زي الفل، ده احنا جبنا بضاعه، ده احنا هاخد مخزن، انا مش عارف اعمل ايه. يعني حسيت ان انا البساط بيتسحب مني، انا مش فاهم حاجه. الفتره دي جالي اتصال من التاجر اللي قال لي انا بابا المجال وانت لسه عيل بشخ. الو، ايوه السلام عليكم، ازيك يا حاج يا احمد، انت البطاقه الافتراضيه بتاعتك شغاله؟ قلت له اه شغاله. قال لي طب ابعت لي صورتها علشان هبعت عليها شغل. رحت انا ايه، رحت مصورها وبعتها له. اسبوع تقريبا او 15 يوم جالي اختار بوصول حاوية مينا السخنة. مفيش كام يوم تاني جالي ورق الشحنة، كانت شحنة ادوات منزلية. اخدت الورق ورحت بعته للمستخلص. الشحنة دي دخلت بسهولة خالص يعني، الحمد لله فترتها. كل ده ما تحاسبناش او ما تكلمناش اصلا في حساب، لان يعني هو راجل مشهور ومعروف، فمش هياكل شقاية ولا هيضحك عليا. وكفاية ان انا ايه، اديت له بضاعة، لما حد يكلمني اقول انا جبت لفلان وجبت لفلان، فايه، فده اللي انا كنت بفكر فيه وقتها.